لو حسبتيها بالورقة والقلم هتلاقيك انتي موفرة كتير جدا. تعالي كده هاتي ورقة وقلم وتعالي نحسبها مع بعض ونشوف التكلفة بتاعتها قد ايه. لما حسبتها طلعت تكلفتها ربع حق العلبة الصغيرة. يعني انا عملت بربع حق العلبة الصغيرة اكتر من 2 كيلو شوكولاتة نوتيلا طعمها حلو جدا. ومش بس كده، دي بطعم البندق واقتصادية وطعمها حلو، وكمان القوام زي ما انت شايفة كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، وكل حاجة نظيفة وزي الفل. تعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك. نص كوباية من اللبن ونص كوباية من السكر، عليها معلقة كبيرة من ريحة البندق، هتلاقيها موجودة عند أي عطار. تقولي له عايزة ب10 جنيه أو ب5 جنيه على حسب ما هو هيديكي. 100 جرام من الشوكولاتة، والشوكولاتة اللي أنا استخدمتها دي شوكولاتة بالحليب. طبعا انا حطيتها في الكوبايه عشان اوريكي شكلها بعد ما كسرتها بالشكل ده. ال100 جرام عباره عن 6 مكعبات بالشكل دوت كده. طبعا هكسرها بكل سهوله لاني سايباها على رخامه المطبخ قبل ما استخدمها كده بحوالي ساعتين، والجو حر الايام ديت فهي يعتبر لينه معايا. الشوكولاته اللي انا استخدمتها دي سما. حطيتها بقى على السكر واللبن ورفعتهم على النار. نص كوباية اللبن ونص كوباية السكر، يعني يعتبر 100 جرام من اللبن والسكر. دي 100 ودي 100. وكمان الشوكولاتة 100 جرام. هقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما السكر يدوب والشوكولاتة تسيح بالشكل دوت. هتاخد غلوة وخلص على كده. لو مش لاقية ريحة البندق تقدري تستبدليها بقهوة سريعة الذوبان بطعم البندق. تحطي معلقتين كبار على الخليط دوت وتسيبيه يغلي على النار. بعد كده هسيبه يهدى شوية واجيب كوباية من الحليب، واجيب نص كوباية من اللبن البودر، وهجيب نص كوباية كمان من الكاكاو الفاتح مش الغامق، وهحط عليهم معلقتين ونص من الكريمة، وهضرب الكلام ده كله مع بعضه. وما تنسيش طبعا رشة الملح البسيطة. في الوقت دوت خلاص كده الخليط بتاعي بدأ اللي هو يهدى شوية. هنزل باللي احنا عملناه على النار في القلب الخلاط. معايا كوباية ونص من الزيت، هنزل بيهم تدريجيا لحد ما الخليط بتاعي دوت يتقل. كل ما تنزلي بالزيت يعني خط رفيع قوي، كل ما الخليط بتاعك يتقل ويديكي سمك احسن والنتيجة تكون افضل. طبعا في الوقت دوت الخلاط هتلاقيه تقل معاكي. وقفي الخلاط وابدأي خدي الجوانب وقلبيه كله مع بعضه تاني، وانزلي ببقية الزيت واحدة واحدة. كوباية ونص يعني 300 جرام من الزيت. بصي القوام بتاعها حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله. هديها ضربة في الخلاط وبعد كده بقى هحطها في اي علب عندي او بطرمانات ازاز، بس اهم حاجة ما يكونش فيها ولا نقطة مية، متنشفة كويس يعني. ده شكلها كده. عملت علبة عادية وعملت علبة كمان صغيرة، بس العلبة الصغيرة اللي انا عملتها بطعم القهوة. يعني بعد ما خلصت خالص كان معايا شوية كده في الخلاط، حطيت عليهم نص معلقة من القهوة السادة وضربتهم مع بعض، قهوة سريعة الذوبان. بصي بقى بتدي طعم حلو قوي. للناس الكيفة بتاعة القهوة هتفهم اللي انا بقوله دوت. احبكم في